عسلامة ومرحبا بكم في قناتي مطبخ عبورة. إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية. دبرتنا لليوم عملنا خبز هشيش يعمل 66 كيف كما باش تشوفوا. سوبل خفيف على الاخر، ناجح 100% بمكونات موجودة في كل بيت. باش نبداو الفيديو متاعنا ونقولوا بسم الله. كاس حليب ما يعادل 300 مليلتر، كاس ماء كالعادة ما يعادل 300 مليلتر. باش نستحقوا بيضتين، باش نحطوا الصفر وحده والابيض وحده. تنقولكم كيفاش الطريقة. زوز خميرة خبز ما يعادل 20 جرام، كاس زيت ما يعادل 100 مليلتر. وباش نزينوا بالجلجلة باش نستحقوا ملعقة صغيرة ملح وملعقتين كبيرة سكر، وبالطبيعة كيلو فرينة. باش نحطوا تويكا الحليب والسكر، زوز ملاعق كبار سكر. وباش نحطوا زوز باكوات خميرة خبز ما يعادل 20 جرام، وباش ندمجوهم مع بعضهم. وما ننساوش باش نقولكم الحليب والماء تلقاهم فاترين، معناها هكا ملذلذي. نخليوهم يتفاعلوا 10 دقائق كما تشوفوا تفاعلوا مع بعضهم. باش نزيدوا تويكا الزيت ما يعادل 100 مليلتر زيت. وباش نزيدوا البيضتين، عنا بيضتين خدينا الابيض متاعهم حطيناهم ديما ندمجوا بالكدا. وباش نزيدوا توا الماء الدافي ما يعادل 300 مليلتر باش ندمجوهم بالكدا. وتويكا باش نزيدوا الفرينة. هوني الفرينة عنا مغربلة باش نتبعوا تبع بالطبيعة. انا هوني الفرينة حسب تشرب ولا لا، فما فرينة تشرب فما فرينة لا. هوني باش نزيدوا الملعقة صغيرة من الملح. وبالطبيعة نلموا البات متاعنا بالكدا، نزيدوا بشوية بشوية. وكما باش تشوفوا البات نخليوها طرية، معناها هكا الدوبة تتلملنا، نخليوها هكاكا ونخليوها ترتاح ساعة كاملة في مكان بالطبيعة يبدأ سخون باش في ساعة ما تتفاعل. وكما باش تشوفوا هوني تفاعلت لنا، شوفوا ما شاء الله. ندهنوا ايدينا بالزيت. انا هوني نسيت ما دهنتش ايديا بالزيت كما تشوفوا لصقت شويه، اما كي ندهنوا ايدينا بالزيت تتلملنا بالكدا. توا هوني انا دهنت ايديا بالزيت تتلملك فيسع فيسع. وباش نقسموها على زوز، بالطبيعة كان عندكم الطبق كبير تنجموا تعملوها في واحدة، وإلا تنجموا تعملوهم خبزات صغار. أنا هوني قسمت على زوز وعملتها زوز خبزات. به هوني زادا باش نخليهم هكايا باش ناخذوا الطبق متاعنا ندهنوه شويه بالزيت ونرشوا الفارينه. هديه استوس طياره على الاخر باش الخبز ما يلصق لكمش ويجيكم مش نورمال معناه. بالطبيعه اكل عجينه ونحلوها على الطبيق بشويه بشويه لين تتحللنا على كامل الطبق. كيما تشوفوا طريقة سهلة وبسيطة، ننصحكم تجربوها. بالطبيعة بعد ما حليناها بالكدا اك الصفار متاع البيض ما نزيدوش حتى شيء، ما نزيدوش عليه لا ماء لا حليب، نحلوهم هكاكا وندهنوا الخبزة. وبالطبيعة بعد باش نزينوا بالجلجلين، تنجموا تزينوا باللفاح متاع الخبز، نجموا نزينوا بالبسباس بالسينوج كما تحبوا انتوما. انا هوني عندي الجلجلين استعملت كان الجلجلين. وكما تشوفوا هكا طريقة سهلة على الاخر وبسيطة. وانتوما ما تنسيوش بالطبيعة الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم مني كل جديد. وما تنسيوش باش تشجعوني وتدعموني باش انا ديما نهبط لكم كل جديد. وهوني كما تشوفوا حضروا الزوز طبيقات متاعنا نخليوهم يرتاحوا 20 دقيقة، وبعد نحطوهم في الفرن على درجة حرارة 200 درجة. وبالطبيعة بعد الخبز في سميتي بالكم وصحة وبشفاء اللي باش يجربها. وتوا ما بقى كان انا نقولكم باي باي ان شاء الله في الفيديو الجاي.